السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. كيف ما كتشوفوا انا يلاه بديت نعمل الحلوى، حيت يعني سبق لي مشاركه معكم اشكال د الحلوى في القناه ديالي، واليوم جيت نشارك معكم هاد الحلوى متونه، حلوى شماليه وخصوصا يعني كيعملوها الناس تطوان بزاف ومعروفه هنايا في الشمال. حلوى الاصل ديالها اسباني. المهم هاد الحلوى كتجي فتيه فتيه بزاف. بلا ما نطول عليكم اكثر يلا هندوزو باش نوجدو هاد الحلوى. مهم كما كتشوفوا عندي هنايا المقادير كامله اللي كنحتاج. هنايا عندي عنبده، كما شفتوا عندي كاس الزيت وكاس السكر كلاصي، عندي رباع د الزنجلان ورباع د اللوز اللي سلقته وحمرته وطحنته، وعندي معلقه كبيره د القرفه. هنا عندي نص كيلو د الطحين اولا الدقيق اللي محمر، وعندي هنايا طحين بيض يعني ماشي محمر اللي نضيفه الا احتاجته غنزيد منه شويه. وعندي ربع د الزبده تكون نوعيه مزيانه. انا عندي هنايا زبده هولنديسه. صافي غنضيف السكر هو اللولي، غنزيد عليه الزيت، غنزيد عليهم ديك ربع الزبده ما يعادل 250 غرام. هنا ملي دابت الزبده كنضيف عليها ربع د الزنجلان اولا 250 غرام، وغنضيف عليها ربع د اللوز حتى هو نفس العبار. وغنضيف ديك معلقه كبيره د القرفه. غنخلط كلشي مزيان، ومن بعد غنضيف ديك الطحين اللي عندي محمر والخميره، واذا بقى يعني العجينه بقى لي خفيفه شويه غنزيد شي حاجه طحين ابيض. ودابا غنضيف ديك الطحين كامل غنضيفو. عندي هنا نص كيلو كما قلت لكم ما يعادل 500 غرام. وغنضيف ديك الخميره ديال الحلوى كل وحده كدوزين 8 غرام. بغيت نعطي واحد التحيه للامهات، كنقول لهم الله يعاونكم، الله يرزقكم زعما الصحه. راه تبارك الله تماره كندوزوها بصح. كيجي رمضان كيجي العيد كيجي هذا مورا هذا، وخصوصا في الوقيته د الحلوى راه كنقيلوا واقفين. الصراحه كنعطيهم واحد التحيه من هذا الفيديو، كنقول لهم الله يعاونكم. المهم الخوت دابا غنجمع بهذه الطريقه، ومن بعد غنشوف الا بقى خصني طحين غنزيدو. هنايا جاتني باقا خفيفه، زدت شويه د الطحين ابيض. المهم القوام ديالها ما تجيكمش قاصحه، وفي نفس الوقت ما تكونش خفيفه بزاف. القوام ديالها يكون معوض في يدكم، حيت يعني ملي تجيو تعملوا طبعوها تكون كتطبع معاكم، ما تكونش كتلصق في اليدين. اذا وصلتوا حتى لهنا من مشاهده الفيديو خليو معكم واحد لايك وتعليق كتشجيع منكم. بالتعاليق ديالكم انا مستمره معكم بالتشجيعات ديالكم. وما كرهتكمش تشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، وهيدا كيتشوفوه بزاف د الناس. المهم هنايا جبرتوني صافي ما جمعتها، يعني ما نزيد لا شي طحين. غنعوضها هيدا في هاد القصعه، ومن بعد غندوز باش نقطعها معكم. وهانتوما معايا ما تمشيو فاين، خليكم مع الفيديو تبعوه من الاول للاخر، ما تفوتوا حتى شي لقطه باش تنجح معكم هاد الحلوى. هنا صافي غنطلق على سطح العمل اللي غنخدم عليه. ما تطلقوهاش رقيقه حيت نتوما عارفين المتوبينه كتجي غليظه شي شويه، يعني تخليو السمك ديالها غليظ شويه. غنطلق بهذه الطريقه، ومن بعد غنبقى نطبع معكم بالمطبع دائري. صافي هذه هي الطريقه، الصراحه سهله كتجي، ما فيهاش شي بزاف د المقادير بسيطه ومتناول الجميع. غير واحد الملاحظه بغيت نقولها لكم على هاد الحلوى، ملي تجيو طيبوها شعلوا لها الفران من فوق ومن تحت على نار يعني تكون متوسطه. وملي تدخلوها ما تخليوهاش بزاف في الفران،
حيت هنا كلشي طايب كما شفتوا، يعني الطحين عندنا محمص. غير عاد دخلوها غير شي 3 دقائق هيداك 4 دقائق وخرجوها وردوا للبال باش ما كتحرقش معاكم، حيت هاد الحلوى خاصها الخطر وخصكم يعني ملي تجيو طيبوها تردوا للبال بزاف. صافي هنايا كما شفتوا كنبقى نعوض يعني هيدا في الصينيه. يعني ملي كطبعوها كتستعنوا بشي موس اولا بشي حاجه باش تعاونكم انكم تهزوها وتنزلوها في الصينيه. باقا كنعاود معاكم هنايا باش يعني نزيد نوضح لكم اكثر كيفاش الطريقه هنايا كيفاش كنعمل باش كنهزها، حيت كما قلت لكم كتجي شيشه هاد الحلوى كتجي رطبه. وصافي دابا هنايا من بعد ما ساليت قطعت الحلوى كامله عملتها في الصينيه انتما كتشوفوا عندي هنا مستفه. دابا غندخلها للفران اللي سبق لي يعني شعلته باش ملي ندخلها ما تبقاليش في الفران بزاف. انا كنقولها وكنعاود لكم عندك الحلوى متوبينه وعندك الحلوى الكاوكاو، خصكم تردوا لهم البال بزاف في الطياب ديالهم حيت دغيا كيتلهفوا. هنا ما تخليوهاش بزاف شويه وعاد خرجوها. هيا من بعد ما خرجتها من الفران شوفوا كيفاش كتجي مشققه، كتزيد شويه في الحجم. كما قلت لكم هذا الطياب اللي خصها تكون عليه، يعني ما تكونش اكثر من هيدا. وردوا لها البال باقا كنقولها وكنعاودها لكم. صافي هذه هي الحلوى المتوينه كتجي مزيونه بزاف تيه، خصوصا للناس الكبارين عاد عجبهم بزاف، الوليدات الصغارين. شوفوا كيفاش تبارك الله ما شاء الله كيف كتجي مشقه غزاله. صافي هنايا من بعد دابا ندوز باش نعمل لها السكر، نفندها في السكر. هنا غنعمل لها السكر، انا فضلت نعمل هاد الطريقه هادية في تفنيد السكر باش كيجي المنظر الصراحه ديالها هيدا مزيون. صافي غنكملها كامله وغندوز باش نلويها في الكويغطات. بالنسبه للكويغطات انا كنعملهم كنطلقهم هيدا بهاد الطريقه هادي، كتجيني الصراحه سهله هاد الطريقه. كنطلقهم وكل يعني كاغيط كنعمل فيه الحلوى كنلوي بهاد الطريقه هيدا. كنعمل طريقه يعني سهله والفيديو واضح شارح نفسه هنايا. صافي وكنلوي بهاد الشكل هذا. صافي غنستمر هيدا حتى نساليهم كاملين ومن بعد غنجي ونوريكم الشكل ديالهم في الاخر كيفاش كيجيو. كتجي التلويه د هاد الحلوى كتجي مزيونه بهاد الطريقه. ايوا هادشي اللي كاين هاد التلويه هادي زمان كما كنا كنلوو باقين صغار الحلوى د الكاوكاو. هذه هي الطريقه اللي كنا يعني كانوا الوالدين ديالنا كيعملوها. ايوا الحلاوي بحال هيدا يعني ما كيبقاو صامدين ما كيتقطعوش. وهذه هي الحلوى من بعد ما ساليت التلوي ديالها. ها هي التلويه كيفاش كتجي، صراحه كتجي غزاله هاد الحلوى. جربوها وخليو رايكم في التعاليق كيفاش جاتكم. المهم حتى لهنا كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنضربكم موعد فيديو جديد وبسلام عليكم.